انا النهارده عند انتك، ولو انت فاكر ان انتك بتعمل بس كيسات باور سبلاي كولرز مراوح اكسسوارات للكيسات تبقى غلطان، لان هم برضو بيعملوا هاند هيلد جيم. وخليني اعرفك على اول هاند هيلد جيمنج من عندهم، او الاصغر مش الوحيد، وهو الكور مايكرو. بس مربوط عشان محدش ينتشه. الفكره فيه ان هو شكله فينتج قوي، ولكن هو معتمد على احدث نظام من اندرويد، او هو معتمد على الاندرويد. شكله لذيذ جدا، يعني بتتكلم انت ممكن تنزل كل اللي انت عايزه في حجم صغير جدا. المفترض ان هو بيجي برامات 8 جيجا، بيجي بحجم داخلي 256 منه يو اس بي تايب سي، فممكن توصل فيه اي فلاشه عادي جدا او اي اكسترنال ستورج. عندك الزراير الاساسيه الانالوجز، عندك ريجر زرار بيعلي ويوطي، عندك تقريبا ده فينجر برنت وزرار الباور. ومش بس بيجي لك بلون واحد، لا بيجي لك بثلاث الوان. النسخه اللي فاتت دي كانت الكور مايكرو، وباين من اسمها. طب فين الكور الاكبر؟ هو ده الكور الاكبر، اسمه كور اتش اس. دي مبنيه على نظام ويندوز. خليني اقول لك على المواصفات قبل ما نبدا نتكلم عن الشكل وعن الفيتشرز اللي فيه. اولا هو بيجي لك ببروسيسور رايزن 7 8840 يو اي بي يو بمعنى اصح، ودي بصراحه فكره كويسه جدا. خليني اقول لك بقى ان هو بيشتغل على 28 واط، يعني هو موفر جدا لاستهلاك الطاقه، ومنلي هو موجه للالعاب اللي خلينا نقول الخفيفه مش الالعاب القويه. ولكن انت ممكن تلعب على جهاز هاند هيلد جيمنج ويندوز بيزد، وكمان عندك الشاشه بتاعته تاتش وبتتحرك معاك فوق وتحت، ولما بتطلع لفوق بتفتح لك كيبورد، والكيبورد في الغالب لو ما يخنيش نظري بينور. عندك طبعا الانالوجز والتريجرز، عندك كل حاجه انت محتاجها. وزنه مش عايز اقول خفيف، وفي نفس الوقت مش عاوز اقول ان هو تقيل، هو وزنه متوسط بس حجمه صغير جدا. الشاشه اللي بالمناسبه هنا حجمها 6 بوصه 1080 بي. بصراحه على كونه اصلا بيدعم اس اس دي جيم 4، ده شيء كويس جدا. اس اس دي جيم 4 في حاجه قد ايديا. من الحاجات اللي بسطتني قوي ان هم بيعملوا الترند، بجانب ان هو يكون سعر مناسب للكل، بس بيعملوه بشكل مختلف قوي. من فتره كبيره الكولرز ابتدت كلها تكون جواها شاشات. انت كانت نوعا ما بعيده عن الموضوع ده، فعملوا شاشه بشكل مختلف. اولا ده الانتك فورتكس فيو، والفورتكس هو اعلى فئه في الكولرز، بيجي بحجم 360 ملم، ولو واخد بالك عندك منه اللون الابيض وعندك منه اللون الاسود، واكيد هيبقى ار جي بي، بس حاليا ده ما بينورش دلوقتي لان هم يعني ايه حاطين فقط لا غير للديسبلاي. بس هيكون طبعا المراوح الثلاثه اللي هنا بتنور اي ار جي بي، مش ار جي بي عادي، اي ار جي بي. بس الشاشه هنا هي اكتر شيء مميز. هقرب كده وتعالى اوريك الشاشه ليه مميزه. الشاشه اولا بعيده عن البامب، بعيده عن كل الالكترونكس بتاع البامب، غير كده انت بتقدر تتحكم فيها 360 درجه على حسب بقى الروتيشن اللي عايزها فوق تحت، تبص لك كده تبص لك كده اللي انت عايزه. وبتتقري طبعا عن طريق سوفت وير يعرض لك كل حاجه. انت ممكن تعرض عليه اي حاجه انت عايزها، ممكن تعرض عليها فيديو من فيديوهاتي لو تحب. يعني شيء كمان عاملينه انتك، والحقيقه خلينا نقول ان هو بيرجع للايام الجميله اللي ما كانش فيه ار جي بي بكيسات فول تاور. الكيسات الفول تاور الفتره الاخيره بقت نادره شويه، لان خليني اقول لك كيسه ميد تاور دلوقتي بقت تعمل كل حاجه، لكن هنا بتتكلم في كيسه اندستريال ليفل معموله عشان التهويه فقط لا غير. عندك مش بانل من قدام، مش بانل من فوق، كاستمايزابل، وهي اصلا هي موديولار كيس، هي مش كيسه ثابته، لا انت بتقدر تفك كل حاجه وتعدل. بتدعم نظام البي تي اف او الباك كونكتور، البي تي اف من ايسوس، الستيلز من جيجا بايت، وعندك البروجكت زيرو من ام اس اي، وايا كان من اي شركه ثانيه اي باك كونكتور سيستم. هم لاعبين في حاجه حلوه قوي. الكيسه هتيجي باللون الاسود، لكن الحاجه الوحيده اللي هتتغير هو الفريم نفسه بتاع الكيس، ده ثابت، بيتغير اللون بتاعه لكن ثابت، ما بيتفكش ولا بيتركب. حاجه زي كده نوعا ما اختفت من فتره كبيره. انا بصراحه مبسوط ان اشوف الكيسه دي من انتك واشوفها في السوق المصري، لان انا كيستي الشخصيه اللي انا بستخدمها بشكل يومي دلوقتي ما فيهاش اي ار جي بي تماما. بالمناسبه هي المفروض بيجي معاها انستولد او بري انستولد مروحتين 20 سم، ده برضو حجم مش صغير، نادر شويه بس كويس جدا. الكيسه الكبيره اللي انا وريتها لك من شويه في اختها اصغر شويه، وهي البي 180 او بي 180. الفرق ان دي خلينا نقول ستايلش اكتر، يعني الوش بتاعنا ازاز بدل مش من هناك عشان التهويه، وفي طبعا فتحات من الاربع جناب عشان التهويه. الباب طبعا ازاز. خليني اقول لك ان هي تقريبا زيها في كل حاجه، لكنها اصغر شويه. نقطه
كونها كيسه موديولار مش موجوده. هنقل بقى معاك على كيسه ثانيه، وبصراحه من الحاجات اللي انا عايز اعملها وهو ان انا اعمل كيس ميني اي تي اكس. الفكره ان انا عايز اعمل زي جيمنج كونسول شويه، بس بنفس البرفورمانس بتاع البي سي. يعني احط مثلا كارت 50 80، كارت 40 80، كارت 50 90، يعني لو ربنا اراد وبقيت تاجر اعضاء. الكيسه دي بالكامل من المعدن، اسمها بيرفورمانس 1 ام. تقدر تخليها بالشكل ده او تقدر ان انت توقفها او تنيمها على الشكل ده. يعني انت تقدر تعمل جهاز نفس حجم الاكس بوكس، وخلينا نقول اقوى منه بمراحل. عندك كمان حاجه زي المالتي تاسكينج تقدر تعملها، بس انا مينلي لو هعمل حاجه زي كده هعملها عشان الجيمنج فقط لا غير، وفي نفس الوقت حجم صغير وشكل بصراحه شيك جدا. ههدى شويه كده في الكلام عشان اوريك التحفه الفنيه اللي هم عاملينها بالتعاون مع نوكشوا. هو تعاون ما بين انتك ونوكشوا عشان يطلع لك السيم، خليني اقول لك الكلاسيكي الهادي. اللون في بعض الاحيان بيقرب بينهم، بس احنا بنتكلم ان السيم هادي جدا لحد مش عاوز حاجه ليها علاقه بالار جي بي، بيدور بس على البرفورمانس. فانت عندك كيس من انتك بيركب فيها 3 مراوح من قدام، مروحه ورا، و3 من تحت، و3 من فوق على الكولر. عندك شاشه من قدام هنا، الشاشه دي تقدر تعرض عليها درجه حراره السي بي يو، درجه حراره الجي بي يو. اخر حاجه هنتكلم عنها او هي الباورات السيجنتشر اللي بتوصل لحد 2500 واط بشهاده 80 بلس بلاتينوم 80 اكس 3 طبعا. بس خليني اوريك الخامات بتاعته عامله ازاي. ده واحد من الباورات الجديده، طبعا تقيل جدا جدا جدا. اتفرج على منظر الكابلات اللي هتتركب. بص يعني تحط بقى 42 90 3 50 90 حاجه يعني ايه خرافيه. معاك 2200 واط ده السيجنتشر الاولاني، وعندك السيجنتشر الثاني هيكون 2500 واط. كل اللي هنا بي سي اي اكسبريس 5 او اللي هو 12 فولت هاي باور موجودين خلاص. وفي عندك بي سي اي اكسبريس 3 وعندك 4 12 فولت هاي باور. واضح جدا الهدوء اللي هيكون فيه، لان خلاص انت واصل لاعلى فئه موجوده كشهاده باور سبلاي. البلاتينوم يعني اقوى واغلى فئه واكثر كفاءه. على العموم يعني كل اللي عايز اقول لك ان انتك مش شركه بتارجت البادجت ليفل، هي بتعمل منتجات اكيد بادجت زي اي براند في الدنيا، لكن هي بتعمل منتجات هاي اند ومنتجات كتيره جدا. وهتيجي شفت باور سبلايز، شفت الجيمنج هاند هيلد من شويه، شفت الكولورات الجديده اللي بتكون بشاشه 6 بوصه، شفت الكيسات الفول تاور بتاعتهم عامله ازاي. الفكره بس ان في كونسبت لازم تكون عارفه وتحترمه، وهو كونسبت البادجت فريندلي. بادجت فريندلي يعني انا بديك كل حاجه مقارنه بالمنافس وسعر كويس. على العموم دي كانت زيارتنا السريعه لانتك، اتمنى انها تكون عجبتك. قول لي رايك في المنتجات والهاند هيلد جيمنج، هل شايف ان هي تيجي مصر ولا لا؟ وكالعاده اشوفك في حلقه جايه ان شاء الله، لو في حلقه جايه او حلقه باقيه.